السلام عليكم. الشعب الوحيد في البلدان العربية الذي يتمتع بالحرية والذي يتمتع بكل ديمقراطية هو بعد صحيفة نيوز تايمز الأمريكية. هو الشعب الجزائري الوحيد الذي ينتقد رئيسه داخل الجزائر، وينتقد المؤسسة العسكرية داخل الجزائر، وهنا الديمقراطية. وهذا الشعب الجزائري هو الشعب الجزائري الوحيد الذي لا يخاف يتكلم وينتقد الرئيس الجزائري عمي تبون داخل الجزائر. وهذا ليس عند كل البلدان العربية، لأنهم ديكتاتوريون ويخافون من انتقاد ملك ورئيس. أما في الجزائر فتستطيع أن تنتقد الرئيس الجزائري، تنتقد ولا تسب. عندما تسب ليست ديمقراطية. سمعت السبان عندما تسب القانون سيعاقبك. الجزائريون ينتقدون الرئيس الجزائري في الجزائر، وهذا عادي. الصحفيون ينتقدون الرئيس الجزائري داخل الجزائر، وينتقدون المؤسسة العسكرية داخل الجزائر. وهذا كل شيء عادي. وفي البلدان الأخرى، البلدان العربية، إنهم يخافون. إن كان سعوديا ينتقد بن سلمان سيقطع رأسه، وإن كان إماراتيا ينتقد الشيطان العرب سيقطع رأسه. هذه هي الديمقراطية. الشعب الجزائري لا يخاف ويتمتع بالديمقراطية، والشعب الوحيد في العالم الذي يقول لرئيسه عمي ولا يقول فخامة الرئيس. مثلا في مصر لا تستطيع انتقاد السيسي. إن انتقدت السيسي فيقطع رأسك. في الجزائر تستطيع الانتقاد بكل حرية، وهذه مجربة. شكرا لصحيفة نيويورك تايمز، وتحيا الجزائر. السلام عليكم.